السلام عليكم خاوتي، تحية للجميع وتحية لكل أبناء الشعب الجزائري. نستهل حديثنا اليوم موضوع وهو المملكة المخزنية هذه، نظام المملكة المخزنية هذه هل هو شرعي أو غير شرعي؟ في الحقيقة إذا ما رجعنا للتاريخ وشفنا دخول هذا العلويين لهذه الأرض هذه، أنه هما بالحقيقة جاو حفاة عورات، فاهم، مجملين، ناس ما عندهم حتى شرف ولا قيمة ولا أي شيء. لما جاوا لهذه الأرض كانوا حفاة عراة، عراية، نظام تاع عراية، تاع باش تعرفوا هذا النظام اللي جاء من شبه الجزيرة العربية وجاوا حكموه. جاوا ناس مقملة مسخين فايحين، فاهم، كانوا مترامين في شبه الجزيرة العربية في الصحاري، فاهم، متشردين كالكلاب. جاو للمملكة المخزنية للأرض هذه، لقاوها خابزة. وبعد بدا الإجرام ديالهم، بداو ينكلوا بالقبائل، بداو يأسسوا جماعات وبداو ينظموا في صفوفهم وغيرها وغيرها، ولاو أصبحوا قطاع طرق ويسلبوا بضاعة للناس وينهبوا الناس، ولاو يشنوا. بعدين بدات يقوى نفوذهم، بداو يشنوا هجمات على إمارة السعديين أيام كانت السعديين، ولاو في حروب، ولاو في القبائل ضد القبائل المساندة للسعديين، وذبح وقتل، ياما وقعت دماء سالت في هذيك الأرض بسبب هذا العلويين، هذا الإنجاز، فاهم. وبعد استولاوا على السلطة في فاس وأسسوا إمارتهم. وبعدينكم شفتوا اللي جاوا كلهم اللي تعاقبوا على حكم الإمارة العلوية هذا، كلهم سفاحين، بما بهم مولايهم اسماعيل وغيرهم وكتشوف. وبعدين دخلوا في العمل للغرب للإسبان والفرنسيين، وهما اللي دخلوا، باش تعرفوا، هما اللي دخلوا الاستعمار الفرنسي. ولما دخل الاستعمار الفرنسي، انه اغلب القبائل، باش تعرفوا، انه اغلب القبائل بالمملكه هذه ما هم كانوش راضيين بوجود الاستعمار الفرنسي بارضهم، ولكن المخزن راضي بهذاك الشيء، نظامهم راضي بوجود الفرنسي، ولا يدعم الفرنسيين، ولا هو يدافع على وجود الفرنسيين بالمخازنية اللي عنده انذاك، ولا يشنوا هجوم على القبائل اللي متمردة وغيرها وما تخضعش للحكم ديالهم، فاهم. باش تعرفوا انه هذا النظام جاء عن طريق غير شرعي، فاهم. وحتى باش اذا ما رجعنا، ما نروحوش بعيد للتاريخ باش نثبتوا انه هذا النظام غير شرعي، نروحوا فقط الفترة تاع الحسن الثاني، او هي 3 فترات: فترة مجيء العلويين، ومن بعد تجي الفترة اللي فرنسا نصبتهم كملكية لهذا الأرض هذه، فاهم. وهذا ثاني غير شرعي أصلا. وأيضا بعد ما تولى الحسن الثاني، ولاية العهد، فاهم. هنا تعرف كلهم، والحروب اللي شنها الحسن الثاني على كل الشعب، كل المعارضين، وذبح وقتل وفرض سياسة الأمر الواقع وغيرها، وضرب من حديد لأي واحد يعارض الملك هذا، الملك الحسن الثاني. ياما زج بالناس في السجون وماتت في السجون، رشاو في السجون ناس، وياما تقمعوا ناس، وياما تقتلوا ناس، وياما تشردت عائلات، شرد عائلات بأكملها، وياما شن حروب ضد الناس اللي كانت طالب بالاستقلال واسترجاع الجمهورية ديالهم، وهم الريافة، جمهورية الريف. تصوروا سنة 1958 و 59 عمل جرائم حرب في هذا الشعب، هذا ارتكب جرائم حرب. أي شرعية هذا النظام بالله عليكم، اللي قتل آلاف الناس وحرق آلاف الناس ودمر آلاف الناس، الآن يصبح شرعي بين ليلة وضحاها، ولا هذا النظام ديالهم كأنه شرعي.
منين جاتو الشرعية هذه؟ الشرعية هذه عطاوها له إلا سيادو الفرنسيين والإسبان والكلاب هذو اللي تعرفوهم، لأنه خادم عند هذه الدول هذه اللي مدعماته فرنسا بطبيعة الحال، واللي نصبت هذا العلويين على السلطة وغيرها وغيرها، هذه اللي معترفة بهم. أما الشعب في الحقيقة زمان ما كان يعترف بهم إطلاقا العلويين هذو، ولا معترف بهم ولا بوجودهم. جاو حفاة عراة من شبه الجزيرة العربية ولاو يملكوا أراضي وقصور وغيرها وغيرها، والعجب العجاب. وزيد حتى عجب كيف هذو اللي يسماو جايين من الخليج حاكمين حتى الأمازيغ في الأرض هذه، هادو باش يعطوكم حقوق ويعطوا حقوق للأمازيغ ويعطوكم من اللغة ديالكم تتكلموا بها وتكتبوا بها وغيرها وغيرها. هذا من المستحيلات السبعة، هادو قاعدين يراوغوا فقط. هادو الأندال العلويين هادو. إذا هنا تعرفوا بأنه هذا النظام لا شرعي أصلا، وبالتالي أنا أستغرب من النظام الجزائري ومن الدولة الجزائرية. مفروض ما تعترفش بالعلويين، ما تعترفش بالنظام هذا، نظام غير شرعي ما يجوز لناش أصلا نتعامل معاه ولا ندير علاقات معاه ولا ندير أي شيء تقارب مع هذا النظام. في الحقيقة نظام غير شرعي. وزيد أنه هذا النظام كما قلت لكم، النظام العلويين هذا نظام قرن الشيطان، وغرساته فرنسا في المنطقة فقط باش يبث السموم تاعو في شمال افريقيا. وهو راكم تشوفوا قاعد يشتغل من تحت لتحت، ما خلى أي شيء وإلا جاء ضد الجزائر، وإلا استعمل الرشوة، يستعمل كل شيء المهم يجي ضد الجزائر. أموال ملايير راحت كلها في الرشاوي. تصور من عهد خروج الاستعمار الإسباني من الصحراء الغربية وهو يحب يكسب ود العالم والمنظمات وحقوقيين ورؤساء ووزراء وندب، ما خلى أي واحد وما رشاهش هذا النظام هذا. والدليل فضايح اللي راكم تشوفوا بها بالاتحاد الأوروبي، هذه عينة صغيرة. احنا كنا نعرف من زمان لأنه هذا النظام خبيث ولا شرعي أصلا. طبيعة الحال يدير هذه الأشياء هذه باش يكسب ود الناس ويتقربوا إليه إلا بالرشوة، لأنه نظام غير شرعي. لو كان شرعي ما كان راح يدير هذه الأشياء هذه، يرشي في برلمانيين ويرشي في وزراء ورؤساء ومنظمات وغيرها باش يكسب ودها. باش تعرفوا نظام غير شرعي هو اللي يدير هذه الأشياء هذه. إذن هذا النظام ما تستغربوش منه إطلاقا. وأنا أطلب السلطات الجزائرية، والحمد لله أنه العلاقات مقطوعة مع هذا البلد، هذا شيء جميل. وهذا مفروض أيضا باش تصرح علني الدولة الجزائرية أنه هذا النظام المخزني غير شرعي في البلد هذاك. ما عندوش الحق يكون العلويين يحكموا الأرض هذيك، ما يسالوش في الأرض هذيك وما يسالوش في الشعب هذاك باش يحكموه ويستعبدوه ويذلوه. الآن العبودية مازالها عندهم. تصوروا العبودية مازالت بالقصور ديالهم إلى حد الآن، إلى حد هذه اللحظة اللي راني نتحدث معاكم، أنه عبيد موجودين داخل القصور وما عندهم حتى حرية وما عندهم أي شيء. تولدوا عبيد ويموتوا عبيد. وين رانا احنا؟ أنا 2022 وانتهى 2022، اليوم 27. معناتها وين رايحين بيه هذا النظام؟ مازال يستعبد أفراد من هذا الشعب ويذل أفراد من هذا الشعب. علاه هذا الخبث هذا كله؟ والجعجعاكم شايفين اللي قائمين فيها في الإعلام ديالهم والأكاذيب. وأنا نعرف بأنه المسيطر على كل هذا الشيء هي المخابرات ديالهم، تتحكم في كل صغيرة وكبيرة، وحتى داخل القصر عندها دور كبير. تنصيب وزراء، نزع وزراء، عزل وزراء، طلع فلان، جيب فلان، إلا المخابرات هي اللي تتحكم في البلد هذا.
راه هذه البرلمان راكم تشوفوا فيه، ورئيس الحكومة هذا أخنوش كله جاو عن طريق المخابرات. لولا المخابرات نصبتهم في الأماكن هذو ما كان سمعتوا بيهم ولا عرفتوهم. فاهم؟ هذه المخابرات عندها يد تحكم في البلد هذيك. علاش الخراب هذا الموجود الآن في البلد هذا من الفساد ومن الرشوة ومن غير انتهاك حقوق الإنسان وغيرها وغيرها من اضطهاد المواطنين واعتقال ناس، مجرد أي واحد يصرح بتصريح يكون حقيقي ويدافع على المواطن البسيط يسجلوا به في السجن. انت حاب دير لنا بلبلة هكا، شد فمك وزيك يدخلوه للسجن. راكم شايفين العقاب والعذاب، وزيد حتى أسرة ديالو ما تسلك من البهدلة وتمرميد وغيرها غيرها من الأشياء. هذا نظام خبيث بكل صراحة. يدمروا لك، يدمروا حياتك ويدمروا أسرة ديالك بكملها وينتقموا منك شر انتقام. لا علاه الناس ما تخدش حل فمها في البلد هذيك، وخلي هذا يدخلوك داخل السجن والقرعة يجلسوك عليها. لقيتوا انتم نظام في العالم يجلس الشعب على قرعة؟ هادو يستعملوها القرعة عادي داخلة في أساليب التعذيب ديالهم. هذه وحدة فقط، وما أدراك أساليب الأخرى، حديث ولا حرج. فاهم؟ يا هذا المواطن مغلوب على أمره. هذا الشعب ما يقدرش يتنفس أمام هذا النظام اللي تحكم فيه المخابرات وتسير فيه المخابرات كل شيء. فاهم؟ هذا باش تعرفوا بأنه هذا من حق الناس كلها داخل المملكة المخزنية هذه ولا خارج المملكة المخزنية، لازم يقتنعوا بأنه هذا النظام غير شرعي، نظام غير شرعي، وما لازمش يكون فوق الأرض هذيك، وما لازمش يكون هو الحاكم في هذيك البلاد هذيك. هذا إذا حابين، إذا كنتم تواقين للحرية فعلا وحابين ديمقراطية حقيقية فعلا، هذا النظام راهو ما يساعدكم في أي شيء، لا في التقدم ولا أيضا في الرفاهية ولا أي شيء. راهو يجركم إلا للمشاكل والخراب والدمار والغلاء. راكم شفتوا الغلاء، الناس كلها تحاول، كل الحكومات العالم تحاول تخفض الأسعار للشعوب ديالها وغيرها وغيرها، وتدعم القدرة الشرائية للناس، وأيضا ترفع في الأجور وغيرها وغيرها. هذا النظام راه يزيد يقتل فيهم ويعذب فيهم أكثر، ومستشفياتهم حدث ولا حرج، ما عندهمش مساكن أدنى شيء تاع احترام لهذا الشعب. هذا عبارة عن حيوانات دايرينهم. في النهاية يجي يطلع لك واحد يتكلم على إعلام جزائري يقول لك إعلام الجزائري هو اللي يدير. لا، ما راوش يجيب من عنده إعلام الجزائري من راسه. هذه أشياء يصرحوا بها ناس في الداخل المملكة المخزنية من العذاب اللي راهم عايشينه والفساد اللي راهم عايشينه والخراب اللي راهم عايشينه والمجاعة اللي راهم عايشينها من جراء الغلاء هذا. يقول لك النظام الجزائري حب يشيع وانه عندنا بنيه وعندنا هذه وعندنا بنيه تحتيه وحنا هذو هما ابواق المخزن. دائما يشبحوا لك هذه المملكه هذه ويعتبروها ما نعرف واش تكون، وهذه قرون وهما يحكيوا في المواضيع هذه. نسمع، انا نعرف بلي كنت صغير وانا نسمع هذه الابواق. المملكه وين لحقت هذه المملكه هذه؟ وين لحقت؟ قولوا لنا. لحقت سنغافورة أصغر بلد في العالم. روحوا شوفوا، قارنوا اقتصاد سنغافورة وقارنوه مع أنفسكم. وين لحقتوا هذا؟ بالكذب. في التنمية آخر ناس أنتم في رتبة 123، والفساد ما نتحدثش عليه، رتبة الفساد، وفي التعليم وفي الصحة، خلي الأشياء الأخرى. إذن وين هذه المملكة اللي قاعدين تزوخوا على الشعب ديالكم باطل لأنه لقيتوا شعب أمي غبي، فاهم، وتحشيولوا بالترهات والأكاذيب اللي راكم تنشروا فيها بالصحف ديالكم وفي الإعلام ديالكم. مسكين هو الله غالب، يعتقد أنه صح، عمره ما خرج من هذيك الزريبة وما شافش. طبيعة الحال يحسب مسكين أنه راهو عايش في جنة، فاهم، وهما معيشينهم دبانة كما يقولوا في البطانة ولا ماش كيف يقولوها هما.
معيشينهم معيشة الذل، معيشة الكلاب أحسن منهم. أقسم بالله الكلاب في أوروبا عايشين أحسن منكم، أقسم لكم بالله لا عايشين أحسن منكم. فاهم؟ الكلاب كلاب عايشة أحسن منكم. اش تقول لي أنا المملكة المخزنية دايرينهم زوج باطيمات ومش عارف شبحوا لهم هذيك طنجة هكا شوية، عن بالهم هذاك هو التقدم، وهذاك هو البنية التحتية، وهذيك هي مش عارف، ونهار كامل ينشروا بالصور ويحبوا يزخوا بها. يا عمي يا عمي انتم عندكم ملايين الناس راهي متشردة من الفقر والمجاعة ومهددها. فمشتوش هاد الاشياء هذه، لا ماء ولا كهرباء ولا طرق ولا مستشفيات ولا مدارس. يا عمي اين بنية تحتية لكم تتحدثوا عليها؟ اخرجوا شوية غير المدن ديالكم تشوفوا العجب العجاب. الناس اللي هم في الجبال تشوفوهم تنخلعوا. المهم أكتفي بهذا قدر كفاية، وشكرا والسلام عليكم خاوتي. تاكي باي.